السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبيب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم إن شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا وسهلة جدا 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 وبسيطة، وهي القشطة. قشطة الحلويات هتنفعك معاكي إن شاء الله في كل حلويات رمضان، كنافة، بسبوسة، جلاش، قطايف، بتنفع مع جميع الحلويات. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ما تنسوش بقى في اللايك وشير وكومنت حلو تشجيعا منكم ليا. بصوا يا حبيب قلبي، معايا هنا كوبايتين لبن ماشي، ومعايا هنا معلقتين نشا، لكل كوبايه معلقه نشا ذره، ومعايا كوبايه ميه صغيره كده، ومعايا كيسين فانيليا، وهنحط معلقه بس سكر صغيره. احنا مش محتاجين في القشطه ديت سكر خالص، لان طبعا الحلويات بنحط لها شربات وكده، فعايزين نكسر الشربات بحاجه سكرها خفيف، وهي القشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا المعلقتين الدقيق، هنحط عليهم كوبايه الميه الصغيره دي، ندوبها كده كله على ندوب بقى كل النشا ده يا حبيب قلبي في الميه كويس، عشان ايه؟ ننزل بيه على اللبن كله بارد. انت ممكن تحطي النشا والميه عادي على اللبن وتدوبيهم، بس ايه، لما تحطيهم في الطبق كده على النشا الميه يعني بتتحكمي في الذوبان اسرع. هننزل بقى كده على اللبن. بسم الله. ماشي يا حبايبي، واحط معلقه سكر واحده بس، احنا مش عايزينها مسكره، بس عايزين ايه، ما تبقاش مسخه قوي يعني برضه. اهي معلقه سكر كده، وانا بحب فيها الفانيليا بتبقى واضحه، فاحط فيها كيسين فانيليا. ادي اول كيس، وادي تاني كيس. ماشي يا حبايبي، ادوب بقى كل الكلام ده كده كويس، وابتدي بقى ان انا اروح افتحها على النار. تعالوا بقى نروح نشوف ايه هنعمل ايه. كده بقى حطيناها يا حبايب قلبي على النار، وابتدي ايدي فيها على طول اقلب، ما اسيبش المكونات اللي احنا عملناها دي عشان ما تكلكعش منك، تطلع معاكي كريمي وحلوه. طول ما انت بتقلبي كده بتحسي ان هي ايه، ابتدت تتقل معاكي. كل ما تسخن هتحسي ان هي ابتدت تتقل معاكي، بس ما تسيبيش ايدك من على في التقليب يعني، تمام، عشان ما تكلكعش منك خالص. كده بصوا يا حبايبي ابتدت تتقل معايا، بصوا بسم الله ما شاء الله. ولسه كمان لما تبرد هتتقل اكتر. اطفي عليها كده، ده كده سمكها بصوا، اطفي عليها لما تبرد كمان هتتقل. بس اقعد اقلب فيها برضو كده حتى بعد ما طفيت، عشان النار عاليه، واهم حاجه تغطوها عشان ما تعملش قشر على الوش، وهتتقل اكتر من كده. يعني تحشي بيها اي حاجه بقى، قطايف، كنافه، بسبوسه، جلاش، حلوه قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي. يا رب تجربوا الوصفه، وما تنسوش في لايك وشير وكومنت حلو تشجيعا منك ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.